يسترجع كرة الأحمر السويسري. شاكيري خداها، شاكيري في البعيدة جول. هدف رائع عن طريق شاكيري. شاكيري يعلن عن تقدم الفريق السويسري. كرة في منتهى الدقة كدقة الساعة السويسرية. كرة دقيقة من شاكيري تمنح التقدم لصالح منتخب سويسرا. شاكا دقن للشاكيري. شاكيري يرفع كرة الشاكيري والثاني. ثاني كان قريب والدفاع يتدخل. إصابة الحارس البيلاروسي. الحكم يوقف. المنتخب البيلاروسي الآن بدأ يهاجم، يترك مناطق محاولة لبيلاروسيا. كرة منطقة الجزاء. جول 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 جول. بيلاروسيا تسجل عن طريق إيبونك. ماكس يسجل. ماكس بلمسة واحدة. ماكس يكتب التاريخ صاحب أول هدف لبيلاروسيا في مرمى سويسرا. كرة سكنها إيبونك. شبكة السويسريين. تغيرت النتيجة. بيلاروسيا 1-1. هذه كرة لسويسرا. جول. لا تصدم الحارس بعد الكرة. عمدوني الوانتو. عمدوني كرة في جسم الحارس جرانوفيتش. عمدوني الوانتو بشكل ممتاز في أول كرة. كاد أن يعيد سويسرا للتقدم من جديد. تقدم بيلاروسيا 2-1. هذه القصاية الثاني. الهدف الثاني. كرة والشبكة. جول. بولياكوف. جران جول. هدف رائع. هدف عالمي من البيلاروسي يتألق. الفريق السويسري الآن في مأزق حقيقي. عرضية خطيرة. كاد أن يسجل. كاد بالخطأ. رقم 6 بوليتيفيتش أن يخالط حارس مرمى إجناتوفيتش. الدور سريع. الدور جول ضيع سيجاري. الدور ركض بالكرة داخل منطقة كما لو كان عداء سريع. انطلق بالكرة. بيلاروسيا المباراة الأفضل. بيلاروسيا والثالث. خلص الثالث هو الهدف القاضي الثالث. الهدف الثالث للمنتخب البيلاروسي. خلاص منتخب بيلاروسيا في طريق مفتوح ليسجل الانتصار. الهدف الثالث للفريق البيلاروسي. كرة سجلها إلى المساعد يلغي الهدف. لماذا ألغي الهدف؟ بوركوا واي. أنا أقول البرتغالي سيحتسب الهدف. جول. الهدف صحيح. الثالث لبيلاروسيا. منطقة الجزاء. والهدف للفريق السويسري. هدف لصالح سويسرا. 3-2 لم تبدأ بعد. سجل الضاي. رجعت الروح للسويسريين. هدف هام جدا للفريق السويسري. هدف من أجل العودة للمباراة. 3-3 ممكن جدا. شاكيري عند الكرة. شاكيري مرر. جرانيت شاكا يرفع كرة. هو التعادل. هو التعادل. هو التعادل. هو عمدوني. 3-3. مباراة دراماتيكية. مباراة مجنونة. باتسا سويسرا. 3-3 عمدوني يا جوليادور. عمدوني يا منقذ. أنتونيفسكي يرفع كرة. أنتونيفسكي يرجع بالدفاع. هنا الانطلاق. أقرب 14 والصافر البرتغالي جواو بينيرو تعلن انتهاء مباراة سويسرا بيلاروسيا في ملعب مدينة سان غالي. 3-3. مباراة كانت مجنونة. أحداث دراماتيكية. منتخب بيلاروسيا كان متقدم 3-1
يرجع في اخر لحظات عاد الفريق السويسري. مساء الخير مشاهدينا الكرام، معاكم بشوي غالي، حلقة جديدة من حلقاتنا. والنهاردة هنتعلم مع بعض ازاي تنقل الملفات عندك من جهاز لجهاز حتى لو كان حجمها كبير جدا بدون اي برامج. خليكم معانا لو عايزين تعرفوا الطريقة وما تروحوش في اي حتة. اهلا بيكم مشاهدينا الكرام، معاكم بشوي غالي. حلقه النهارده مهمه جدا، خليكم معانا للاخر عشان هنقول معلومات مهمه جدا ليكم. ناس كتير مننا ممكن يجيبوا اجهزه جديده وبيبقوا عاوزين ينقلوا الداتا اللي على الاجهزه القديمه للجهاز الجديد، بس طبعا بسبب ان الداتا دي هي كبيره جدا فالموضوع بيقابلهم بصعوبه كبيره. قبل كده كان في طرق كتير كان اهمها ان انا انقل من خلال فلاشه النت، لكن الحقيقه الموضوع ده كان متعب جدا وبياخد وقت طويل، وخصوصا لو ملفاتك حجمها كبير. طيب النهارده انا جايب لكم طريقتين ومن غير اي برامج، تمام؟ او بمعنى اصح مش الطريقه الاولى ببرنامج والطريقه الثانيه من غير اي برامج، وهو ده اللي هيبقى سهل جدا وهيبقى افضل ليكم. الطريقه الاولى ان انا ممكن استخدم برنامج الشير ات، في منه نسخه للكمبيوتر. لو دخلت بكل سهوله على السيرش وكتبت تحميل برنامج شير ات للكمبيوتر هيظهر لك وتنزله على الجهازين وتقدر تنقل الملفات اللي انت عاوزها. بس للاسف الطريقه دي ما تنفعش غير للاحجام الصغيره جدا. لكن خلينا في طريقتنا الاساسيه اللي انا هتكلم عليها النهارده بالتفصيل، وهو كابل النت. كابل النت طبعا زي ما احنا عارفينه بيبقى جاي دايما مع الراوتر، بيتوصل من الراوتر للجهاز بتاعك عشان يوصل له انترنت. لكن انا النهارده في استخدام مهم جدا لكابل النت، وهو ان انا اقدر اوصل بيه داتا من جهاز لجهاز. اقدر احمل او انقل